عندنا مدرب بيتأثر بالجمهور. عمرو ناصر ما بيلعبش ليه يا فريرة؟ حاضر هيبدأ أساسي. أحمد شريف ما بياخدش فرصة ليه؟ حاضر هينزل. أحمد ربيع بيخرج برا القايمة ليه وانت ما عندكش ديفندر؟ حاضر أساسي برضه. ها عايزين حاجة تاني؟ والحقيقة أنا مش عارف دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة. لو انت لسه بتجرب لحد دلوقتي بعد 9 جولات عشان تشوف أنسب تشكيل يبقى أساسي فتبقى كارثة. ولو بتريح الجمهور وخلاص عشان تقول لهم شفتوا عملت اللي انتوا عايزينه اهو ومنفعش برضه تبقى كارثتين. الزمالك بيبدأ بتشكيل مغاير عن الجولات اللي قبل كده. محمد صبحي في حراسة المرمى، قدامه اسماعيل وحسام قلبين دفاع، على يمينهم عمر وعلى شمالهم بنتايج، قدامهم على الدايرة يريح عبد الله ودونجا ويبدأ بأحمد حمدي وأحمد ربيع، قدامهم ناصر ماهر، على اليمين خوان بزيرة، على الشمال أحمد شريف، تحت مهاجم وحيد عمرو ناصر. لحد دلوقتي المدرب بيغير أسماء اللعيبة بس مفيش تعليمات أو أدوار للعيبة اللي في الملعب. على مدار الشوط الأول بالكامل أنا مش شايف أي جملة بتتلعب. احنا معانا الكورة ويلا يا رجالة نلعب لعبنا ونخليها على الله، كلها اجتهادات لعيبة. واكتر واحد كان مجتهد وخاطف عيني من اول الماتش هو احمد ربيع. برافو 100 مرة يا ابني. طالع وباصص وراكن بدماغه وعارف هي رايحة فين وبعت لها اللوكيشن بعد اسيست ولا اروع من بنتاي. وكمان عدم المبالغة في الاحتفال والجدية اللي كملت بيها بعد الهدف بينت قد ايه انت تستاهل مكانك. والان مع فقرة ناصر ماهر المعتادة، ما انا مش هتجلط لوحدي. وكمان بتزعق لزمايلك. الهدف اللي دخل فينا انا بحمله كله لناصر ماهر، حتى لو بنتايج وحسام غلطوا في الرجوع والتغطية. بس ايه اللي انت بتعمله ده؟ وكمان ما بترجعش، ارحمنا بقى. الفترة بين خروج احمد شريف للإصابة ونزول معاني مكانه حصل علينا هجمتين اخطر من بعض من الناحية دي عشان مفيش تغطية. مش معقول يبقى كل الناس اللي واقفة على الخط دي ومحدش فيهم عارف يفهم اللعيبة ازاي نتعامل لما نبقى ناقصين واحد. كالعادة فريرا بيمارس هوايته في تفضية نص الملعب عشان يأذي نفسه، فبيخرج حمدي واحمد ربيع مش فاهم ليه، وينزل الجزيري وشيكوبانزا والونش عشان نبدأ نستقبل الهجمات المرتدة اللي على طول بتعاقبنا. أحمد حمدي بيكمل مسلسل بره الفورمة وبيخسر كور كتير عجيبة في الوقت اللي المفروض هو ده اللي يطلعنا بالكورة. شوف كده أحمد ربيع وهو بيعطل الهجمة دي. وأخيرا يا حظ ملكش علينا جمايل. لا ده مش حظ، ده غباء. تاخدها بإيدك ليه يا ابني؟